السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم يا كل متابعينا على قناتنا كريز وحبان. يا رب تكونوا في أحسن حال. النهاردة معانا فيديو جديد. هقول لكم إيه لو انتوا تعرضتوا ان المش بتاعكم كان تقيل ممكن تعملوا فيه ايه عشان تخففوا قوامه. ده المش اللي انا كنت عملته معاكم قبل كده على القناة، وكنت عملنا الخميرة من اولها، من اول خطواتها للاخر. كنت انا حطيته في البرطمان وحطيت فيه كمية من الجبنة، بس ما جيت اكشف عليه كده وافتح عليه لقيته تقيل معايا جدًا، فحبيت إن أنا أخفّفه، فقُلت لازم أخفّفه معاكم عشان تشوفوا الحركة دي، لإن لو حصل معاكم المشكلة دي وكان المِش بتاعكم تقيل، إزاي تخفّفوه وتعالجوا المشكلة دي إزاي. بُصّوا أنا هنا باحط المِش ده بتاعي ده في الطبق، بُصّوا سمكه باين إن هو تقيل إزاي، وكمان في شوية الجبنة اللي أنا حطيتها فيه. طبعًا الجبنة دي جبنة قريش وفيها جبنة برضه اسطنبولي، بس الجبنة القريش بتبقى أفضل يا جماعة لإنها بتبقى متماسكة. بس عاوزة أقول لِك ملحوظة مهمة جدًا، ما ينفعش تجيبي الجبنة وتحطيها على طول، لازم تنشفيها. بمعنى إيه؟ إن أنا هارُش عليها شوية ملح كده حلوين واسيبها في مصفى تنزّل مَيّتها خالص لمدة يوم أو يومين على الأكثر، وبعد كده أبدأ أحطها تكون نشفت بقى كده ونزّلت كل مَيّتها، أبدأ أحطها في المِش. لإن يا جماعة لو حاجة اتحطت في المِش بمَيّة بتبوّظه وبتخلّيه يدوِّد أو يسوس. بُصّوا بقى هنا هاجيب الكمية بتاعتي من اللبن عشان أخفِّف بقى المِش، دي تقريبًا كيلو من اللبن، وهاحُط عليه حبّة كده من المِش بتاعي التقيل اللي هو السميك ده، وهاضربه في الخلاطة. ده بس هو اللي أنا كل اللي أنا هاعمله. شُفتوا ما فيش أسهل من كده، بطريقة سهلة جدًا هتخفّفي المِش بتاعِك وهتخلّي قوامه معقول جدًا، تمام. أحُط بقى كمية فيه وبعد كده هازوّد الملح بتاعي. ليه أنا باحُط ملح تاني؟ عشان أنا طبعًا هادخّل مكوِّن جديد اللي هو اللبن، أو هازوّد المِش بتاعي، فلازم أضبط الملح هنا عشان يبقى مضبوط، لإن الملح هنا يا جماعة هو اللي بيحافظ لي على المِش يقعد معايا قد إيه. هاضربه بقى ضربتين كده لحد ما يندمجوا مع بعض كده، وبعد كده هازوّد الكمية اللي أنا عملتها على في الطبق بتاعي كده، وهابدأ أقلِّب فيه كويس أوي. وأنا باقلِّب برضه هاشوف الحُدق بتاعه إذا كان محتاج ملح تاني والّا لأ. طبعًا حضرتِك أمّا هتدوقيه هتعرفي ملحه مضبوط والّا محتاج ملح تاني. أنا عن نفسي حطيت ملح تاني لإني حسيت إن هو محتاج ملح. هابدأ أقلِّب بقى كل المكونات كده عشان إيه، اللونين كده ما يبقاش عندي مفصولين عن بعض، لازم يندمجوا كلّهم مع بعض ويكونوا كمان لون واحد. يا ريت بقى لو حضرتِك معايا لحد دلوقتي يا ريت ما تنسوناش في اللايك وتشتركوا في القناة وتفعّلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد بننزّله بإذن الله على القناة. بُصّوا بقى أنا هنا باورّيكم الجبنة بتاعتي، طبعًا الجبنة زي ما هي لسه ما خدتش من طعم المِش ولا بقت قديمة، عشان طبعًا ما فاتش عليها وقت كتير. بُصّي أنا قُلت لحضرتِك إن أنا هاحط ملح زيادة لإني أنا دُقته وكان محتاج ملح. طبعًا أنتِ ممكن تاكلي من المِش نفسه، اللي هو السائل ده اللي إحنا عاملينه ده، لكن الجبنة بتاخد وقت أطول. يعني الجبنة عاوزة لها 3، 4 شهور لحد ما تدخل وتبقى يعني إيه، قديمة كده ويتغلّى لها السائل بتاع المِش ده. بس المِش نفسه طعمه حلو أوي، وممكن تاكلي منه مثلًا بعد أسبوعين، 3 ممكن تقدري تاكلي منه وتخفّفيه طبعًا بشوية طحينة بقى، وتحطّي عليه مثلًا قوطة أو خيار أو شوية زيت بقى وتضبّطيه حضرتِك وتاكلي منه. هابدأ بقى أحطه في البرطمان تاني. باحط طبعًا قطع الجبنة، وبعد كده هابدأ أنزّل المِش اللي إحنا عاملينه. ممكن بقى حضرتِك تحطّي زيادات من عندِك بقى، يعني إيه، تجيبي شوية فلفل قرون من الأحمر ده وتقطّعيهم، أو تسيبيه سليم بس تفتحيه فتحة كده وتحطّي برضه مع المِش وتقلّبيه كده معاه. ده بيزوّد الحرقان اللي فيه ويخلّيه كده حرّاق وحلو. لكن بصراحة أنا ما عملتش كده لإن المِش بتاعي كان حرّاق بما فيه الكفاية، فأنا ما حبيتش أزوّد الفلفل بتاعه. وممكن كمان تزوّدي الحاجة اللي بتحافظ لِك على المِش، إن أنتِ تحطّي شوية من الترمس المُر. ترمس مُر يا جماعة مش ترمس مستورد، مهم جدًا. طبعًا إحنا حاطين حلبة مطحونة فإحنا مش محتاجين نحط، بس لو حضرتِك عاوزة تزوّدي زيادات ممكن تحطّي ما فيش أي مشكلة. بُصّوا القوام بتاعه ما شاء الله ولونه حلو أوي، القوام ده حلو جدًا للمِش. أنا كده حطيته بقى في البرطمان بتاعي، هابدأ بقى أحط بقى أي زيادات عندي بقى. بس بصراحة أنا ما كنتش حطيت، بس هاقول لِك ممكن تحطّي جوز بس تكوني غاسلاه ومنشفاه كويس أوي. ما ينفعش يا جماعة تحطّوا أي حاجة في البرطمان المِش تكون مبلولة. حتى الجبنة اللي حضرتِك ممكن تزوّديها بعد كده لازم تتأكدي إن هي ناشفة جدًا قبل ما تحطّيها في المِش، لإن ده ممكن يبوّظ لِك المِش بتاعِك. بُصّوا القوام بتاعي اللي أنا وريته لكم، القوام ده حلو أوي ومضبوط للمِش. أنا حبيت أهزّه كده قدّامكم وأوريه لكم. طبعًا هاحطه بقى هاغطّيه بكيس تلاجة عادي أو بستريتش، وهاغطّيه بالغطا كويس أوي، وهاحطه بقى أسيبه في المطبخ أو أحطه في البلكونة، أو لو عندِك سطح ممكن حضرتِك تحطيه فيه، يبقى حلو أوي.
ولحد بقى ما بعد كده ما أقدر آكل منه الجبنة بعد 3، 4 شهور كده أقدر آكل الجبنة هتكون بقت قديمة وحلوة. وكده الفيديو بتاعي بيكون خلص، يا رب يكون عجبكم إن شاء الله، وتسيبوا لي تعليق حلو، وما تنسوش بقى اللايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.